انت وشيكابالا حبايب وهتفضلوا حبايب بغض النظر عن اي شيء. قول لي ماشي يا كابتن ونختم الحلقه. انا ايوه والله ما في العظيم. انا مش بنتناقش والله في حاجه، انا بقول لك يعني بصفه عامه. طب انا ما عنديش مشكله والله مع شيكابالا في حاجه. انا بس انا اسف. أنا ما انت قلتش اللي والله. خلاك تجيب ده احساسي من انا جوايا. تقول اسمه بس هو انا أنت- عندي مشكله معاه. لا انت طب ما تقول لي صح يا كابتن وخلاص. صح في ايه؟ بس انت هو حبايب وهتفضلوا حبايب انا وعلاقه طيبه والدنيا هتفضل ان شاء الله زي الفل. اللي انت عايزه كده. بصراحه دي اكتر حته واكتر موقف عجبني في الحلقه كلها، بصرف النظر عن اختلاف وجهات النظر بين الجمهور في موضوع شيكابالا وكهربا او اختلاف كهربا مع شيكابالا نفسه، بس احنا عارفين ان الاثنين اطيب من بعض. يا جدعان المفروض نفهم ان المشكله مع امام وكهربا مختلفه خالص عن المشكله مع شيكابالا. امام وكهربا دايما رد فعل على جماهير الزمالك، ما كانوش فعل خالص، وتعالى اقول لك ليه. امام عاشور وكهربا المشكله كلها مع جماهير الزمالك ان هم كانوا بيلعبوا في الزمالك وانتقلوا للاهلي في الوقت اللي كان الزمالك محتاجهم فيه، فطبيعي جمهور الزمالك عمره ما هيبقى متقبل الاثنين بحجم اللعيبه دول وبامكانياتهم يسيبوا نادي الزمالك ويروحوا للنادي المنافس التقليدي بتاعي. فانا طبيعي هطلع هاجمهم من غير اي حاجه ومن غير ما يعملوا اي حاجه. انما انت لو بصيت على شيكابالا، هو شيكابالا ما كانش في الاهلي وساب الاهلي وراح الزمالك علشان احنا نطلع نهاجمه. شيكابالا الفعل ورد الفعل رايح جاي بينه وبين جماهير الاهلي. وبعدين الجماهير واللاعيبه اصلا المفروض تفرق بين روح المنافسه والروح الرياضيه. الروح المنافسه ديت انا هتمنى ان انت تخسر طول ما انا كاهلاوي عايش، والعكس صحيح. وهنختلف في وجهات النظر زي ما حصل في الحلقه بتاعت شيكابالا والحلقه بتاعت كهربا، ولكن هم لما هيشوفوا بعض يعني هيتخانقوا مع بعض، هيقطعوا بعض، ما اخوات وهيسلموا على بعض ولا كأن اي حاجه. يا جدع شوف شكل كهربا لما سيف زاهر جاب له سيره شيكابالا. انا احترم سيف زاهر على اللقطه دي بصراحه. لما جاب له سيره شيكابالا كهربا كانت تحس ان هو هيدمع، لانه اكيد لما كان في الزمالك في مواقف كتير حلوه بينهم. وبعدين انت لو فكرت في الموضوع كله اصلا هتلاقي ان مفيش اي حاجه حصلت، لان اللي اتعرض على الشاشه واللي شيكابالا قاله لامام واللي امام قاله لشيكابالا ما اتعرضش اصلا ولا احنا سمعناه بودنا. ولكن ده هيطلع يقول كلام في صالح فرقته وجماهيره بصرف النظر عن الصح والغلط وانت هتصدقه. وانا كاهلاوي اللي هيقوله اللاعب بتاعي برضه هصدقه. بصراحه شابوه سيف زاهر وباي من غير زومو ما اقدرش ما اقولهاش، هي خلاص بقت جزء من شخصيتي.